بيبدأ الفيلم في ليلة احتفالات الكريسماس، وبنشوف الطفل جاك وهو في بيت عيلته، وبيسرق جاك مفاتيح غرفة المخزن من عمه، وبيجمع الأطفال اللي في عيلته وبيوريهم الغرفة اللي بتكون مليانة هدايا، وبيقول لهم إن مفيش حاجة اسمها سانتا وإن دي مجرد خرافة، وبيقول لهم إن دي الهدايا اللي هتتوزع عليهم الصبح وإنها موجودة في المخزن لأن أهلهم هم اللي بيشتروها. لكن عمه بيسمعه وبيقول له إن دي مش هدايا سانتا وإنه شخص حقيقي ومش خرافة، وبيعرفه إنه لو ما بطلش اللي بيعمله ده اسمه هيتكتب في لائحة المشاغبين. لكن جاك بيقول له إنه مش فارق معاه، وبتعدي 30 سنة وجاك بيكبر، لكن بيكون شخص متحايل بيسرق الناس وبينفذ مهمات إجرامية مقابل الفلوس، وبيروح في مهمة لمعهد متابعة حركة الزلازل، وعشان يدخل بيسرق بطاقة هوية من واحدة من الموظفين، وبيتسبب في حريق عشان يشتت رجال الأمن، وبيسرق البطاقة وبيدخل على نظام تتبع الزلازل وبيهكره، وبيرجع لبيته وبيبدأ يتابع تغييرات في النظام لحد ما بيكتشف موقع في القطب الشمالي وبيكون حصل فيه تغييرات في نقطة محددة غير مرئية في مركز تجاري كبير. وبنشوف سانتا كلوز وهو بيقابل الأطفال وبيسألهم عن أمنياتهم والألعاب اللي نفسهم فيها، وبيكون مع الحارس الشخصي بتاعه اللي بيكون اسمه كال. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا لمطار كبير، وهناك سانتا وكال بيركبوا الزلاجة السحرية وبينطلقوا في رحلة عشان يرجعوا للقطب الشمالي، وبيدخلوا مدينة سانتا من خلال بوابة سحرية في قبة غير مرئية واللي اكتشف موقعها جاك عن طريق تهكير نظام الزلازل. وبيرجع سانتا لبيته ومعاه كال اللي بيقوله انه قرر يستقيل من شغله وانه ما بقاش حابب يستمر في المهمة دي، وده لانه حاسس ان مفيش حد بقى بيهتم بالكاريزما وان عدد المشاغبين زاد بمعدل كبير جدا والناس نسيوا الطفل اللي جواهم وانشغلوا بحياتهم. فبيقول له سانتا ان ده اكتر وقت هيحتاجونا فيه عشان يساعدهم يبقوا كويسين ويفتكروا الخير اللي جواهم. لكن كال بيقول له انا شغال معاك من اكتر من 500 سنة وانه ما بقاش يشوف الخير ده خلاص وان الناس رافضين يكونوا كويسين. فبيقول له سانتا ان دي اخر رحلة وبعدها يقدر يقرر، وكال بيقول له انه موافق. وبيخرج كال للمدينة وبيبص لكل الاقزام اللي شغالين فيها والمساعدين وقوات الحماية، وساعتها بيحس ان كل المجهود ده ما بقاش له فايدة. لكن بيلمح جزء من اضواء بيت سانتا ابتدى يطفي وبيبلغ فريق التصليحات، لكن بيتفاجئ ان انوار اكتر بتطفي وفريق الحراسة مش بيرد عليه. فبيعرف ان في مشكلة كبيرة حصلت وبيبدأ يدور على سانتا في كل مكان في البيت والمخازن واماكن تجهيز الهدايا، لكن بيكتشف انه اختفى. وبتظهر زلاجة بتهرب من بيته وجواها مجموعة من الجنود اللي بيكونوا خطفوا سانتا وبيهربوا بيه، فبيجري كال وراهم باقصى سرعة عشان ينقذ سانتا، وفعلا بيقدر يوقف الزلاجة لكن بيكتشف انها فاضية. وساعتها بيتفاجئ بطيارة كبيرة بتهرب من المكان، فبيرجع لمقر القيادة وبيتواصل مع مديرة العالم السحري وبيبلغها ان سانتا اتخطف ومش عارف مين اللي عمل كده. فبتقول له المديرة ان دي مصيبة كبيرة ولو سانتا مرجعش قبل ليلة عيد الميلاد هتضطر تبلغ رؤساء دول العالم بإعلان إلغاء العيد السنة دي، وبتأمر الموظفين انهم يدوروا على اي دليل عن اللي خطفوا سانتا، وبيقولوا لها انهم لقوا اشارة لشخص قدر يتتبع مكان سانتا والشخص ده يبقى جاك، وبيعرفوها انهم لازم يروحوا له عشان يعرفوا منه ليه عمل كده وبيشتغل لصالح مين. فبتروح المديرة لجاك وبتعتقله وبتبدأ تسأله انت عملت كده ليه، فبيقول لها جاك انه ما يعرفش حاجة وانه مجرد واحد كان مطلوب منه مهمة قصاد فلوس وانه نفذها ومش مسؤول عن اي حاجة بتحصل بعد كده. فبتقول له انت اتسببت في كارثة وعيد الميلاد ممكن يتلغي بسببك. فبيضحك جاك وبيفتكرها بتهزر، تاخده لمكان تاني وبيبدأ يتفاجئ بوجود كائنات خرافية زي الفارس اللي من غير راس والحصان السحر اللي بينفخ نار، وساعتها مش بيصدق عينيه وبيحس انها بتتكلم بجد ومش بتهزر. وبيدخل كال اللي بيكون متغاظ منه جدا وعايز يضربه، لكن المديرة بتقول له ان هو فعلا ما يعرفش باع البيانات لمين، وبيضغط عليه كال فبيعترف انه دايما بيسيب فيروس تعاقد للشخص اللي بيطلب منه المهمة احتياطي عشان لو ما خدش فلوس، وانه يقدر يساعدهم بس بمقابل مادي، وبيوافقوا يساعدهم عشان ما فيش قدامهم حل تاني وما فيش قدامهم غير 24 ساعة بس. وبيتحرك كال وجاك وبيدخلوا محل ألعاب وبيكون جواه بوابة سحرية بتنقلهم من مكان لمكان، وبيتنقلوا لهاواي في مكان الشخص اللي عمل الصفقة مع جاك. وبيقول جاك لكال انه عنده موهبة التعرف على الاشخاص من تصرفاتهم، وبيلاقي الشخص اللي عمل معاه الصفقة لكن بيكون معاه مجموعة من الحرس من المرتزقة، وبيقتل كال الحرس وبيقدر يوصل للوسيط اللي بيقول لهم انه ما يعرفش الموقع ده اتطلب منه ليه، وان اللي طلبته واحدة شريرة جدا ما يقدرش يقول اسمها لانها بتسمع اي حد ينطق اسمها، فبيطلبوا منه انه يكتب اسمها على الرمل، وبيكتب جريلا لكن جاك بيقرا اسمها بصوت عالي، وساعتها بتسمعهم وبتظهر في جسد الوسيط وبتقول لكال انها خطفت سانتا وانها هتستخدم طاقته عشان تعاقب كل اللي اسمهم موجود في لائحة المشاغبين وهتخلص العالم من شرهم ومحدش هيقدر يواجهها، وبتقول له يبعد عن طريقها. وبيتفاجئوا بمركبة طالعة من البحر وبيخرج منها وحوش على شكل رجل الجليد، فبيحاولوا يتخلصوا من الوسيط عشان ما يتكلموا، وبيحاولوا جاك وكال يهربوا منهم لكن بيحاصروهم لحد ما بيقدر كال يتخلص منهم على اخر لحظة، لكن الوسيط بيتجمد وما بيعرفوش ياخدوا منه معلومات تانية. وبتبدأ جريلا خطتها وبتبدأ بأول واحد على قائمة المشاغبين وبتبعت له بلورة تلج منورة في شكل هدية، وبمجرد ما بيفتحها بيدخل جواها وبيتحبس
للأبد. لكن جريلا بتلاقي خطتها ما مشيتش زي ما هي عايزة، البلورة فضلت في مكانها وما رجعتش للمقر بتاعها. وساعتها جاك بيكون مصدوم من اللي حصل والكائنات اللي شافها، وبيقول لكال انه تتبع الوسيط بقدرته كإنسان، لكن دي ساحرة ومش هيعرف يلاقيها، وبيقول له انت اللي تقدر تساعدنا ان احنا نعرف مكانها. فبيتصل كلب المديرة اللي بتقول له انهم لاحظوا إشارة سحر ليها من كام يوم في ألمانيا، وبتقول له انهم لازم يروحوا هناك ويعرفوا مين ساعدها وايه خطتها. وبيتنقلوا لبوابة تانية من محل ألعاب، وبيلاقوا نفسهم في غابة بعيدة في ألمانيا. وفي الطريق بتتصل مرات جاك بيه وبتعاتبه انه ما راحش حفلة ابنه ديلا، فبيقول لها انه بيعمل كده لمصلحته. وبيسأله كال عن ابنه وبيقول له جاك انه بيبعد عنه عشان هو شخص فاشل وهيسبب له إحباط. وساعتها كال بيقول له ان بعده عنه هو اللي هيحبطه اكتر، وانه لازم يحسن علاقته بيه. فبيسأله جاك عن المكان اللي هم رايحين، وبيقول له انه بيت كرامبوس اخو سانتا كلوز الشرير، وانهم زمان كانوا بيشتغلوا سوا لكن اختلفوا، وابتعد كرامبوس عنه وعايش مع مجموعة من الاشرار، وان هو اللي جمع قائمة المشاغبين وكان عايز يعاقبهم لكن سانتا منعه وقال له ان كل انسان يستحق فرصة تانية عشان يكون افضل، وان عقابهم مش افضل حل. وبيوصل جاك وكال لبوابة مقبرة وبيدخلوا منها، وبيحذر كال جاك انه ما يلمس حاجة ابدا، لكن جاك مفيش فايدة فيه وبيلاقي عملات ذهبية فبيبتدي يسرق منها. وساعتها بيحس بيهم جنود كرامبو وبيقبضوا عليهم وبيحبسوه، وبياخدوا من كال سلاحه السحري. وفي وقت ما كانوا في الزنزانة كال بيعاتبه وبيعرفوا ان اسمه في قائمة المشاغبين في الدرجة الرابعة، وان هو اللي قرر يكون شخص سيء ومحدش اجبره، وانه لو عايز يتغير فده اختياره برضه. وبيدخلوا الجنود بتوع كرامبوس وبياخدوهم ليه، وبيبدأ كال يقول له على خطة جريلا، وبيعرفوا انها هتأذي ناس كتير ومن ضمنهم اخوه سانتا، وانه المفروض يساعدهم لكن كرامبوس بيرفض، وبيقول له انه مش هيواجه جريلا وانه ملوش دعوة بخطتها، وان كل اللي عمله انه ادالها البلورة السحرية وقائمة المشاغبين. وبيعرفوا انه موافق يسيب جاك لكن كال هيفضل معاه. وبيتدخل جاك وبيعرض عليه صفقة قوية انهم يعملوا مسابقة في الضرب على الوش، وان لو كال كسب هيسيبهم يمشوا، ولو خسر محدش فيهم هيمشي. تبدأ المسابقة وبيكون كرامبوس اقوى بكتير من كال اللي بيكون حاسس انه هيخسر، لكن جاك بيقدر ياخد سلاح كال من الجنود وبيديهوله، وبيقدر كال يكسب وبيقع كرامبوس على الارض وبيشتت الجنود وبيقدروا يهربوا من بيت كرامبوس. وفي طريقهم في الغابة بيتفاجئوا ببيانو سحري بيعزف لوحده، وبيكون محطوط في نص الطريق وعليه علبة هدية عليها اسم جاك، ولما بيفتحوها بيطلع جواها بلورة تلج سحرية من جريلا. وفي نفس الوقت بتيجي مكالمة لجاك من ابنه بيقول له انه وصلت له هدية فيها بلورة تلج هو كمان، وبمجرد ما بيمسكها بتتحول وبيتحبس ابنه جواها. وجاك بيقول لكال انه مش هيقدر يسيب ابنه وهيروح معاه، وبيطلب منه يلاقيهم وينقذهم ويمسك البلورة اللي معاه، وفعلا بتتحول البلورة وبيدخل جاك فيها هو كمان. وساعتها بيلاقي نفسه هو وابنه محبوسين جوه بلورات في بيت جريلا ومكانهم في القطب الشمالي. وبيكلم كال المديرة وبيقول لها ان جريلا بدأت تنفذ خطتها وهتعمل بلورات لكل المشاغبين في العالم، وان ده محتاج طاقة كبيرة جدا ومش موجودة غير في بيت سانتا في القطب الشمالي. بيتصل كلب مرات سانتا وبيكتشف من طريقة كلامها انها مش حقيقية، وان ده واحد من مساعدين جريلا وبيتنكر في شكلها، وان جريلا خدعتهم وما خرجتش من القطب الشمالي اصلا واحتلت بيت سانتا وبتستغل طاقته في انتاج ملايين البلورات. ونفس الوقت جاك وابنه بيتكلموا، ابنه بيكون مخضوض ومش فاهم عمل ايه عشان يحصل له كده، لكن جاك بيعتذر له وبيقول له ان هو السبب، وان بسبب ان هو مقصر معاه وقعوا في الورطة دي، وفجأة بتتكسر البلورات وبيخرجوا منها وبيتفك سحرها. في نفس الوقت بيقدر كال يوصل لمكانهم عن طريق جهاز تتبع كانوا حاطينه لجاك لما بدأ المهمة معاه، وبيشرح لهم كال خطة جريلا وبيقول لهم انها هتوزع بلورات على كل المشاغبين في العالم، وساعتها هتحبسهم وهتستغل سانتا في رحلتها وانهم لازم يمنعوها حالا. وبيروحوا بسرعة كال وجاك وديلان وبيلاقوا فريق حراسة سانتا محبوسين فبيحرروهم، وبيجروا ورا جريلا اللي ابتدت تتحرك بالبلورات وخدت معاها سانتا والزلاجة بتاعته. وبينجح كال وجاك انهم يعطلوها وينقذوا سانتا، لكن بيتفاجئوا انها اتحولت لغول ضخم جدا ومش قادرين يواجهوه، وبيبدأوا يحاربوها لكن قوتها بتكون اقوى منهم بكتير جدا، لحد ما بيظهر كرامبوس اخو سانتا وبيقول لهم انه ما كانش هيقدر يسيب اخوه ابدا، وبيهزم جريلا وبيحبسها جوه بلورة تلج من بلوراتها للابد. وبيبدأ فريق سانتا بسرعة يجهزوا ليلة العيد ميلاد، بيجمعوا الهدايا اللي هتتوزع على الاطفال، وبيعرض على جاك وابنه ديلان يشاركوهم الرحلة، اللي بيكونوا مصدومين ومبهورين من اللي شافوه. وبيشوف كال الطفل اللي جوه جاك رجع تاني وبقى سعيد بالكريسماس، وساعتها بيعرف ان شغلهم مهم. بيقول لسانتا انه خلاص رجع عن قراره وانه هيكمل في وظيفته كقائد لفريق سانتا للابد. وبيخلص الفيلم. الملخص ده كتبته غادة سامي ومنتجه اسلام مصطفى وسجله خالد جمال. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك باقي الملخصات اللي جاية.